السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم في حكاية جديدة من أدري ستوري. قبل ما نبدأ، إذا كنت كتسمع القناة لأول مرة ما تنساش تشترك وتفعل الجرس باش توصلك كل القصص الجديدة، وخلي لايك دعم لي نكمل في هذا النوع من المحتوى. القصة اللي غادي تسمعوا دابا وقعت لعائلة مغاربية في عام 2014. عائلة عادية، الأب، الأم وولد صغير في عمر 10 سنين. انتقلوا لدار جديدة في واحد الحي هادئ، دار واسعة ورخيصة مقارنة بالحجم ديالها. ولكن من أول ليلة الأحاسيس ما كانتش مريحة. الأب قال بأنه من أول ما دخل الدار حس واحد البرودة الغريبة، ماشي برد الجو، واحد الإحساس بحال لي شي حد كيشوفك وانت ما واقفش عليه. ولكن سكت، ما بغاش يقلق مراته ولا ولده. في أول 3 أيام كل شي كان عادي، حتى نهار الأحد في الليل ملي كان الأب جالس في الصالون بوحدو سمع واحد الصوت جا من الممر، بحال لي باب كيترد بزربة. ولكن ملي مشى يشوف لقى جميع البيبان مسدودين. رجع للصالون وقال ربما الهواء، ولكن الممر ما كيدخلش ليه حتى نسمة. الليلة الثانية ولات الأمور كتوضح أكثر. الأم كانت في الطابق الفوقاني كتوجد فراش الولد، وحتى هي سمعت صوت بحال شي حد كيدوز قدام الباب ديال الغرفة. فتحت الباب بسرعة ولكن الممر فارغ. نزلت عند الزوج وكل واحد بدا كيهضر باللي حتى هو كيلاحظ حوايج غريبة، ولكن ما بغاش يخوف الآخر. داروا بحال ما كاين والو وقالوا يمكن غير تأثير المكان الجديد. داز أسبوع، الولد الصغير بدا كيبكي في الليل، كيقول شاف شي حد كيمشي قدام باب غرفته وما كيبانش وجهه. الوالدين هدوه وقالوا يمكن غير حلم، ولكن الولد كان واثق. بابا كان كيدوز وكيوقف وكيسمعني ملي كنحرك. الأب بدا يشك بلي القضية ماشي غير صدفة. نهار الأربعاء في الليل جا الأب للدار من الخدمة متأخر، دخل من الباب وسمع بوضوح خطوات كتجري في السلالم طالعين للفوق. طلع بسرعة وهو كيشعل الضوء، ولكن الممر خالي والغرف كلها خاوية. بدا يخاف بالصح، ولكن ما بغاش يزيد الرعب للعائلة. نهار الخميس وقع الشيء اللي خلاهم يتيقنوا أن الأمر مو طبيعي. في العشية الأم كانت في المطبخ وسمعت ولده كيضحك في الغرفة. مشات عنده باش تشوف شنو كيوقع. منين حلت الباب لقاتو جالس بوحدو وكيهضر بصوت منخفض بحال اللي كيكلم شي حد. سولاتو مع من كتضحك؟ جاوبها الولد مباشرة مع الراجل الطويل اللي قال لي ما نخافش، غير كيبغي يلعب. القشعريرة دازت في الدار ديال الأم كاملة. هذه كانت أول مرة كيسميوه الظل اللي كيبان في الممر، الرجل الطويل. ديك الليلة العائلة كلها تجمعات في صالون، شعلوا الضوء كامل وبقاو ساهرين، ما بغاو حتى شي واحد ينعس بوحدو. في حدود 3 ديال الليل بداو كيسمعوا صوت الجر ديال شي حاجة فوق السطح. ماشي قط، ماشي ريح، صوت واضح بحال اللي كيدور فوق الراس. والصوت كان كيتحرك من زاوية لزاوية. الأب جمع الشجاعة وطلع للسطح وفتح الباب وما كان حتى شي واحد، غير الهواء الخفيف والظلام. ولكن ملي نزل بدا كيسمع الصوت مرة أخرى فورا، بحال اللي كيسمعوا كيبعد ملي كيقرب غير ملي كيكون بوحدو. في هاد اللحظة الأب اقتنع باللي الدار فيها شي ظاهرة ما مفهماش. الصباح مشى يسول الجيران، جوج جيران قالوا ليه نفس الكلام. الدار كانت ساكنة فيها واحد العائلة قبلهم، ولكن خرجوا منها في ظروف غامضة وما بغاوش يهضروا على السبب. ومني سولوا راجل كبير في الحومة قال لهم جملة واضحة: الدار ديما كان فيها شي حركة في الليل، ولكن محد ما كيسكن فيها بزاف ما كيوقع والو. هاد الليلة كانت آخر ليلة في داك المنزل. العائلة جمعت حويجها ومشات، والدار بقات خاوية حتى اليوم. وبحسب الشهادات ديال السكان في الليل مازال كيسمعوا خطوات فوق السطح وكيشوفوا ظل طويل واقف وسط الممر ديال الطابق الثاني. إذا عجبكم هذا النوع من القصص ما تنساوش تشتركوا في القناة أدري ستوري وتخليوا لي تعليق باش نعرف شكون باغي قصة أخرى واقعية. شكرا لكم على المتابعة.